ليه بتطبق كام يوم قبل الامتحان، بعد الامتحان بأيام قليلة تحس إن أنت ناسي كل حاجة. دي مشكلة عند كل طلاب الطب، وفي الفيديو ده أنا هشرح لك السبب الحقيقي وإزاي تحل المشكلة. أول حاجة لازم تفهمها إن المخ البشري مش هارد ديسك. المخ بيعمل نظام فلتر. أي معلومة تخش المخ هو بيسأل نفسه سؤال: هل المعلومة دي مؤقتة ولا أنا محتاجها بقية حياتي؟ لو مؤقتة فبعد الامتحان خلاص المهمة خلصت مع السلامة. علشان كده بعد الامتحان بأسبوع بالظبط تحس إن أنت صفرت دماغك. المشكلة مش في الذاكرة بتاعتك، المشكلة إنك بتذاكر بطريقة غلط، بتحفظ مش بتفهم، بتعتمد على القراءة بس الباسف، بتربط المذاكرة بالامتحان بس. والكلام ده بيحصل معايا أنا شخصيا. أنا عندي فاينل جراحة امبارح وبدأت أحس إن أنا بنسى كل حاجة. اللي خلاني فاكر بس إن أنا عندي ويسكي كمان 3 أيام. لو عرفت تحل المشكلة دي هتذاكر مرة واحدة بس وتفهم، وتوفر على نفسك وقت طويل. بعد سنين في الكلية هتفتكر اللي انت خدته في سنة أولى، اللي انت خدته هتفتكره في الكلينيكال لما تحتاجه، وهتفهم الطب مش مجرد حفظ وبصمجة. ممكن تقول ده كلام حلو بس أنا لازم أذاكر عشان الامتحان، لازم أحفظ ومفيش وقت إن أنا أعمل غير كده. بس انت لو انت عملت كده تحس إن انت بتوفر في وقتك أكتر وتفهم المعلومة بدل ما أكون حافظ بس. أول سنتين في الكلية كنت ببصمج بس، كنت بحفظ، بحل أسئلة، بحل امتحانات، كان في شوية فهم بس مش قوي، يعني مش الدرجة اللي هو تساعدني تفكرني في الكلينيكال. بس مع الوقت أنا اكتشفت إن لازم تكون فاهم علشان تفيدك بعد كده في الطب. عندك 3 حلول بسيطة. الأول الأكتيف ريكول، إن أنت بعد ما تخلص مذاكرة تقفل الكتاب وتسمع نصيحة أجداد من اللي قدام، إن أنت هتسمع لنفسك، هتقول إيه أهم فكرة، إيه اللي بيحصل فعلا، إزاي أربطه باللعبة. لو معرفتش تجاوب فببساطة أنت ما ذاكرتش. التاني السبيس ريبيتيشن، ما تعتمدش ان انت ذاكرت مره واحده، لا على الاقل لازم تكون ذاكرت 3 مرات مثلا، المره الاولى بعدها باسبوع بعدها بشهر. التالت لازم تفهم المعلومه مش بس تحفظها. يعني مثلا ما تقولش الانسولين يقلل الجلوكوز، لا انت تقول الجلوكوز بيزيد بعد الاكل فالجسم بيحتاج يخزنه، فالانسولين بيتفرز علشان يخزنه في الخلايا. الفهم هو اللي يخلي عندك ذاكره دايما. لو بتنسى اللي بتذاكره المشكله مش فيك، المشكله في طريقه المذاكره. لازم تفهم اللي انت بتذاكره، ومع الوقت هتحس ان انت بتتطور فعلا في المذاكره ومذاكره احسن. تحاول تخلي تفكيرك كلينيكال، لازم تفهم علشان تفكر بعد كده ان انت تبقى طبيعي. اي مرض تقابله تفكر ان هو لو المرض ده دخل عليا العياده بتاعتي هعمل معاه ايه.